الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. سبحان من تقدس ذاته عن الشرك والزوال ونطاقة الأدلة بأوصافه جلال وجمال، وأنشأ بقدرته سحاب الثقال. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. سبحان من تحير في كون ذاته العقول ولا الأفهام، وعجز عن درك صفاته الراسخون الأعلم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. سبحان من أكرم عباده المؤمنين بالشهور والأيام والفصال، وأوجب في هذه الأيام على الأغنياء الحج والطواف بالبيت المكرم عند الكبير المتعال. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. نحمد الله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شارك في الملك، ولم يكن له ولي من ذل، وكبره تكبيرا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة واضحة بالبراهين والأدلال. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شافع العصاة في يوم الجزاء بأمر الله الكريم المتعال. اسمه في الأرض محمد وفي السماء أحمد، وظهوره رحمة وشريعته ناسحة لجميع الأديان في جميع الأقوال. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه مصفين بإحسان الأخلاق وطياب الأحوال، خصوصا منهم على الإمام الحمام أول الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين وإمام المتقين أبي بكر الصديق، سابق في الصدق وأصداق الأفعال. وعلى الإمام الحمام أعدال الصحابة وأكرمهم أمير المؤمنين وإمام المتقين عمر الفاروق بين الحلال والحرام. وعلى الإمام الحمام أحلام الصحابة وورائهم أمير المؤمنين وإمام المتقين عثمان ذي النورين زكي جميل كلام الله العزيز المتعال. وعلى الإمام الحمام أشجع الصحابة وغيارهم
أمير المؤمنين وإمام المتقين علي رضي الوفي قاهر أعداء الله بضرب والقتال، وعلى الإمامين الحمامين الكاملين السعيدين شريفين الشاهدين بالبلاء الصابرين وبالقضاء راضيين، وهما سيد أهل الجنة في الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى عم رسول الجن والإنس مدرين حمزة والعباس. أيها الناس، اعلموا أن يومكم هذا يوم شريف وعيد لطيف للخواص والعوام، يوم عظيم قدره للأنام. عظموا هذا اليوم بالأنعام والإحسان وإيصال الأرحام، وأن الله تبارك وتعالى أوجب علينا النحار بقوله وانحر، وأمر خليله بذبح ولاده أشحار وأفداه بكبش من الجنة بواسطة الملاك المقرر. ولا يجب على الفقير على قول معتبر ضحوا عن أطياب أموالكم امثالا لأمر رسول الله المقرر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عظموا ضحاياكم فإنها على صراط مطاياكم. وأن الله تعالى أوجب علينا تكبير التشريك عقب الفرض من فجر يوم العرفة إلى آخر أيام تشريك بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسا ما قدمت لغد واتقوا الله أن الله خبير بما تعملون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر الجماعة المسلمين الخاضرين أجمعين، إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم سميع العليم الدعاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين، وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت مجيب الدعوات ومنزل البركات ورافع الدرجات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين والأمراء الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من حذل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم، واشكروه يزد لكم، واستغفروه يغفر لكم،
ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأعظم وأتم وأكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Rabbim, bizden taraftan okulan ayet namazın, okulan hutbenin, okulan Kur'an ayetlerin, Kur'an surelerin kabul kılıp, ecir sevaplarına eriştirsen idi. Eğer ibadet kullarımızda bendeşlik bilen hata, kimçilikler, yetişmeyen kurumlar, yanlışlarımız olsa, kin rahmetin bilen affu kılsan idi. Ya Rabbim, hazırki minutda okulan, Kur'an'dan bulgan ecir sevapların sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam barlık Peygamber enbiyelerin ruhlarına eriştirsen idi. Şulay bizden devam yatkan yakınlarımızdan, tuğanlarımızdan, mahallemizden devam yatkan üst huzuruna iman bilen köşken barlık Müslüman kardeşlerin de ruhlarına eriştirsen idi. Alarının dünyada işlegen izi ve amellerin kabul kılıp arttırsan idi. Bilip hem bilmey, tilep yaki tilemi, bendeşlik bilen kılgan hataların, günahların mahfu kılsan idi. Kabir azaplarından, dama azaplarından saklasan idi. Ya Rabbim, isen bulganlarımızga, şun Müslümanlar bulup, dinini diriz ettirip anlap, kuşkanlarını ütep, diyanlarından tıyılıp, yaşav bəxtin hər birimizə nasip etsən idi. Tirli bələ qazalardan, əfətlərdən, ağrılardan emin qılsan idi. İlkinlərimizə dinçlik versən idi, bərəkət versən idi. Zalimlərinin zulmündən Ya Rabbim Allah bizini saxlasan idi. Bizi bizə, ailələrimizə, bağlarımızğa, onuklarımızğa, bizdən silkiləsi bulunlarga da tavfiq verib, namazlı olub, şulay ayet namazlarında birgə qatnaşıb, ayet namazlarını okurğa nasip etsen idi. Aldığımızda durgan kurban şalı yılasını da Ya Rabbim Allah diriz ettirip başkarırğa, kabul kurbanlar olup, üzünün rizalanışını deyip başkarırğa nasip etsen idi. Her başlarımızdan kurbanların İbrahim Aleyhisselam'ın kabul kılgan gibi kabul etsen idi. Ya Rabbim Allah meştimiz karşında uyuşturulgan kurban şalı urunlarına da bereketini, rahmetini indirsen idi. Şu urunlarını hazırlayıcılarga, yasavuşularga, şulay kurbanlık hayvanlarını alıp geçiricilerge, satışçılarga, satıp alışçılarga, Ya Rabbim Allah biz rahmetini, savabını, ecrini nasip etsen idi. Kılgan izin amellerimiz, yüzünün rizalanışımızsa idi.
mal için gene, muhtarlık için gene, riya için gene bulmasın. Yüzüne rızalığın için bu sayede Ya Rabbim her birimizden kabul et. Azın hem hayırlı ömürler geçire. Öz huzuruna La ilahe illallah Muhammed Resulullah deb qaytarğa nasip etsen ide. Bi rahmatika ya erhamer rahimin. Taqabbal Allah her birimizden Hazır endi muhtaram jamoat qurbon shallarga mumkin. Kimlar Qur'onda qurbon shallarga qilib turalar ekan, qurbon shallar boshlarga mumkin. Muborak bo'lsin.